ايه ريحة الاكل الخطيرة دي؟ الاكل ريحته تجنن تجنن. ماما ايوه تسلم ايدك، ريحة الاكل حلوة قوي. النهارده هنعمل لهم ايه بقى؟ النهارده هنعمل محشي بالطريقه اليوناني، يعني يميستا. يعني ايه؟ يميستا بالظبط كده. ماما جاية ماما هو ده لبس السوق؟ بص، في الحر وهنا في الجزيره ايه لبس السوق بتاع اي حاجه اي حاجه. بص ايه رايك؟ جبتي ايه؟ الله، بص الطماطم شكلها حلو قوي يا ماما. بص يا بولا، بص يا بولا، افهمك حاجه. اول واخر مره تطلب حاجه قبل سوق الخميس. لا انا السوق الشعبي بتاع يوم الخميس، اوكي؟ غير كده صعب. اوكي. صعب في الاسعار. احنا النهارده هنعمل ايه بقى؟ والله محشي يوناني. جبت الباكيت. بجد محشي يوناني؟ جبت بتنجان وكوسه. جبتي ايه؟ بتنجان بتنجان وكوسه وفلفل مكبب اخضر. وجبت طماطم. اوكي. بس الاكل ده اليومين. ماشي. وقلنا السوق الشعبي وبس، عشان ده كده سوبر ماركت غالي. صعب قوي الموضوع. ماشي. بص بس الطماطم شكلها حلو، انا ما اعرفش بقى. ما انا بجيبها شكلها حلو بس مش ب 2 يورو و40 مثلا. ماشي. معلش يا جماعه، انا اخدت ماما في الحته دي عشان اصورها بسبب الطماطم عشان طلع شكله حلو. واو، ده ايه ده بقى؟ جبتي ايه بقى من السوق؟ شبت. ده شبت؟ محدش يسالني اسعار. ها؟ محدش هيسال الاسعار خالص. الله، فلفل تاني، فاتوره، فلفل. اوكي. ايه ده؟ بتنجان. ايه ده شكله عامل كده هنا ليه؟ البتنجان الاسود في منه اسود مش نادر، بس هو هنا موف. عشان محشي بقطعه 2 كده يطلع لي 2. اوكي. اللي هي ده كمان. وفي جبت كمان كوسه عشان بابا بيحبها. اوكي. بص كده، هي دي الكميه اللي انا جبتها. ماما شكلهم حلو قوي الخضار. قوي قوي. بس بص، هو كله عشان والعيش. الماركت ده ما بيجيبش غير مزارع. يعني مش. اوكي. وجبت عيش باكيت ماشي. عيش كده. اوكي. دلوقتي انت غسلتي الخضار بره في الجنينه. اوكي. النهارده اليني ماسكه التنظيف زي ما احنا شايفين. هتعملي ايه يا ماما بقى؟ هعمل محشي في الفرن. اوكي. في ناس طبعا عارفينه يعني. طب عايز اسال سؤال، ايه الفرق ما بين المحشي اليوناني والمحشي المصري؟ المحشي المصري احنا بنعمل مثلا البتنجان والكوسه في حله والفلفل في كسرونه في ده. هنا في اليونان بيحبوا كله ده في الفرن. انا افتكرت. طب وفي العمايل في اختلاف في بص، في ناس احنا كالعاده في مصر جزء ناس بتعمل الحشو بتسويه الرز والحاجات على النار. وفي بيعملوه نايف ناي. انا يعني في مصر بعمله نايف ناي، بس اكلته كمان اللي هو على النار تحفه في الريف يعني. حلو قوي. هنا هكذا، في ناس بيعملوه نايف ناي وفي ناس بيعملوه على النار. بس هو اللي على النار عشان يسوي الرز. هنا بيعملوه في اليونان عشان على النار يسوي الرز 70% من السوا كامل، وعشان هيخش في الفرن الرز. طبعا الرز عشان يسوي في الفرن بيبقى صعب، عشان كده بنسويه جزئيا على النار 70% 80%. بعد كده بنحشيه ونبتدي نشتغل في الفرن. طيب يلا بينا. دي بقى ايه ده اللي هو الحشو؟ اللي من جوه الحشو. حشوة المحشي بقى بتعمليها ازاي؟ بصوا يا جماعه، انا زي ما احنا بنعمل في مصر: بصل، بقدونس، شبت، توم. بس الشبت كان قليل، رحت جبت تاني هزود شبت. طبعا هنحط قلب الطماطم اللي احنا هنحشيها قلب الصوص الطماطم. بحط صلصه هنا اهوت، وطبعا هغسل الرز واضيفه كله ده على النار. بس وحطيتي نعناع ونعناع ناشفه اللي انت جبتها لي من مصر تحفه. بس يا جماعه هو ايه، بياخد زيت زيتون ياما.
اوكي. ممكن هو العمايل دي هتاخد بتاعت كوبايه زيت زيتون واكتر. ممكن نحط 3/4 زيت زيتون وباقي عباد، بس هو عشان في الخلطه بنحط زيت زيتون ياما، وبعد كده في الفرن زيت زيتون عشان الصوص التسبيكه الاخيره تبقى تحفه. ماشي. حلوه قوي. بص لما هنبتدي نحشي الحاجه هنقورها الاول، طبعا دوشه هنقورها، بس بعد ما نحشي كله الكوسه والبتنجان. هو عامة ده البتنجان دي عشان يستوى، لان هنلاقي الطماطم الفلفل هتستوى في الفرن، ودي لازم تخش الفرن. هنساعدها ازاي؟ اختي معلماني طريقه اللي هو الكردان، اللي هو سلايه السنان. هنبتدي نخرم الحاجات دي كلها عشان السوا يبقى سريع. ماشي. دلوقتي عملنا زي ما قلنا الخلطه، وغسلت الرز الابيض العادي. اوكي. نحط زيت زيتون. اوكي. قلنا ممكن نحط زيت زيتون على عباد، مفيش مشكله. شايفين؟ هنبتدي نحط الرز. انا غسلاه. يا جماعه بصوا، دي الطريقه اليوناني للمحشي. احنا انا ما اعرفش يعني الطريقه المصري للمحشي ايه، فقولوا لنا الاختلاف بقى ما بين الطريقه اليوناني والطريقه المصري. يعني بتعملوها كده ولا بتعملوها ازاي؟ اوكي. دي الخلطه، ودي البصل اللي قلنا، والثوم، شبت، بقدونس، نعناع، في فريش، في مش فايف، لو في ريحان ممكن تحطه. في ناس بتحط في مصر كزبره فريش خضراء. اوكي. اغسل ايدي وهنقلب وهنحط ميه عشان يساوي الرز زي ما بنعمل. هنحط كميه الميه كمان نجهزها. كميه الميه على حسب، بتبقى على حسب كميه الرز. بص احنا الرز مش مطلوب ده يبقى واحده بوحدته مفلفل، احنا عايزين نسويه شويه يعني، ولا هتلاقي ولا كميه الرز ولا كميه الميه. احنا ايه، كل ما يشرب الميه هنحط، وما استواش هنزود. بتقلبي قبل ما تحطي الميه؟ بقلب كله عشان الرز بالخضره كله ده ياخد الطعم، يتقلب كويس. ولسه هنحط صوص طماط، صوص الطماطم، غير كمان بعدين في الاخر هضيف الطماطم القلب. شايفين؟ اوكي. ده صلصه طماطم، ممكن نكون عاملينها في البيت، وممكن نجيبها في علب زي ما انتوا عايزين. ميه. ميه تاني. بصوا بص بقى تستوى بقى. ايوه، ممكن بعد شويه الاقي الميه اتشربت وما استوتش هنزود تاني. اوكي. نرجع لكم تاني بقى. هنوطي عشان الرز على طول انتوا فاهمين يلزق من تحت. اوكي. ده الشربي. ماما انت دلوقتي ايه بتقوري وبتحشي صح؟ دي صعبه المرحله دي؟ انا في الحاجات دي في مصر كنت نسيتها تقريبا. ليه؟ حبيبتي مصر كان عندي كل وسائل المساعده. كنت بتجيبها متقوره جاهزه يعني؟ ممكن اجيبها متقوره جاهزه، كان عندي ناس بتساعدني. معلش، هو بقى ده هنا الايلاند لايف. بصوا هي قورت الطماطم زي ما احنا شايفين. طيب ما يمنعش ان انا بعرف اعمل كل حاجه. اوكي. تسلم ايدك. ميرسي. ماما انت بتعملي الكوسه بقى دي لمين؟ بابا. بيحب الكوسه قوي. ماشي. جت على الكوسه بقى بتقورها بحب وبتبتسم كده. تيجي بقى الحاجات اللي احنا بنحبها تقولي اصله تعبانه، وفي مصر كان حد بيعمل لي ومش بيعمل لي. دلوقتي نسيتي بقى اللي بيعمل لي. طب وفي مصر بقى كان بيقوروا له كوسه؟ كانوا بيقوروا لي كوسه، بس اول حاجه احطها الكوسه، يعني اهم حاجه عندي بابا بيحب ايه.
وبصراحة زي ما احنا شايفين شكل الخضار ولونه حلو قوي. انا عاجبني، فعشان كده قلت اصوره. عملتي ايه؟ دي قلب الطماطم اللي احنا قورناها عشان نحشيها. هنضيفها هنا. اللي عايز يحط مرقة دجاج، مرقة اي حاجة. خضار. ايوه فيها خضار، يعني تبقى دجاج يا لحمة. ونحط الصلصة دي بس. وزي ما قلنا بنسويه هو 5 دقايق وهطفي فيه. طبعا كل شويه كان بيتشرب الميه وكان ناي بزود ميه. اوكي. يعني 5 دقايق ويخلص تقريبا. 5 دقايق اتاكد ان الرزايه بقت 70% 80%. اوكي هي كده تمام. اوكي. هنطفي عليها ويلا بينا نحشي. ودلوقتي جاء وقت. دلوقتي بصوا دقت الرز بقى مستوي نسبه كبيره، وحطينا كله. نبتدي ايه؟ نحشي. نحط طبعا بيبقى سخن، خلي بالكم. نحط كده. تاني يا جماعه احنا ما نعرفش، قولوا لنا ايه طريقه المحشي بتاعكم، بتعملوه ازاي؟ ممكن يكون مختلف عننا، ممكن يكون شبه، بس هو ماما بتعمل ده بالطريقه اللي هو المحشي اليوناني. هو هنا بيفضلوه في الصيف في الاكله دي قوي، لان كلها بالزيت وممكن تتاكل بارد. يعني يقول لك اكله فريش، يعني هتتاكل بارد كده. اوكي. تسلم ايدك يا ماما. بصي تسلم ايد طنط نيتسا الوصفه بتاعتها. طنط خالتي. طنط خالتي. دلوقتي شفتوا الحشو اللي عملناه اهو كده خلاص. عايزين تعملوا في صينيه واحده انتوا حرين. هنا برضو طماطم، عصير طماطم، زيت زيتون تاني، ومرقه. ونبتدي نحطها على الوش يعني. ايوه. اوكي. طب ماما دول ايه؟ دول ما اتحشوش لسه؟ لسه، دي هتبقى صينيه تانيه. اوكي. شايفين؟ طب دلوقتي هنغطيها بورق فويل، لان الرز يعتبر 10 دقايق يكون خلاص. عايزين نساوي الخضار مش بياخد وقت ياما. هنغطيه بورق فويل وندخل في الفرن. يلا بينا. ودلوقتي ماما بتحشي الكوسه بتاعت بابا. بصوا اشمعنى بقى كوسه بابا بقى؟ بس واحده واحده. ماما وانت بتحشي الكوسه ماما بتاعت بابا بتقعدي بقى تغني اغاني حب وكده؟ امال بتعملي ايه؟ بتفكري في ايه طيب؟ ايه؟ امال بتفكري في ايه؟ لا بفكر في ايه بجد والله. بجد. بجد جات لي الفكره دلوقتي، لاني لقيته قاعد بره في الجنينه في البرجوله. بقول له خش جوه، قال لي لا سيبيني، مع ان درجه الحراره عاليه. وبعدين جات لي قلت ايه ده؟ هتصدق انا طول عمري خدت بالي كل الزمن ده انا بغير على بابا من زمان. لقيت يعني انا اللي بغير عليه. ايه؟ شوف انا بغير عليكي ليه؟ تقريبا انا يا كنت مكنسه يا بيثق فيا قوي. ايه؟ لا عمرك يعني ما كانش عندي المشاكل دي، اللي هو رحتي فين، جيتي منين، كلمتي مين، ما كانش عندي المشكله دي خالص. اخرج زي ما انا عايزه، ما كانش فيه مشاكل. طب انا بحبك بس كنت بخنقك وراك في كل حته، في القهوه اخدك من صحابك مكان، كنت يعني محاوطه جامد. اسالي قلبي. اوكي انا عارفه، بس ده ما يمنعش. ما علينا. وده يعلمنا ان في العلاقه لازم يبقى في حد بيشد وحد بيرخي، حد بيخنق وحد بيفسد دماغه، علشان ايه؟ نستحمل بعض ونكمل بعض. حتى في علمك لو انا كنت غلطانه، انا عملت حاجه غلط وبابا زعل، انا كنت اروح اصالح. طب ما طبيعي عشان انت غلطانه. حتى لو هو غلط، سوري قلت العكس. ايوه طبيعي لو انا غلطانه اروح اصالح، بس في درجه وصلنا العلاقه بينا حتى لو هو غلطان انا كنت اروح اصالح بالطريقه بتاعتي برضو. انا اصالح وانا احنا كنا كده على طول لغايه دلوقتي يعني. وكنت بتسامحها يا بابا؟ انا كنت عاوز اقول لها تيجي من بدري. ايه؟ انا مستنيها. انت بتبقى مستنيها هي اللي تيجي تصالحك. ايوه.
ماشي عامة ان هي بص بتعمل ايه؟ بتحشي لك الكوسة اللي انت بتحبها. هي صعبة قوي. شكرا. عفوا. اقعد بقى قدامي هنا في التكييف عشان الجو حر. قدامي. معاك. وراح فين؟ برضه في الجنينة. مش عارفة، أنا بص مطمنة إن إحنا قاعدين في حتة ساكتة مفيش ناس أساسا. بص أنا عملت المحشي الحشو بزيادة طلع الكمية، لأن هو الرز مستوي ممكن أخبيه في الفريزر أعمله حاجة تانية وقت تاني. لو كان ني ما كانش هينفع نخزنه. يعني انت فاضل معاكي حشو فهنستخدمه في اكله ثانيه؟ ايوه ماشي حلو، لما نبقى نعمل الاكله الثانيه نبقى نصورها لهم برضه. اوكي. ها يا ماما بقى بتعملي ايه؟ دلوقتي كله اتحشى خلاص، بنبتدي بالسلايه بتاعه السنان نخرم الكوسه وكله من كل ناحيه، بنشكشكها كده عشان الكوسه بتاخد سوا زياده، عشان كده بنشكشكها كويس وكده جاهزه للفرن. هنغطيها بالفويل وندخلها الفرن. شكشكي براحتك. وادي الصينيه طلعت من ماما. هو الميه كده عادي يبقى في ميه كتير؟ دي مش ميه، دي الصلصه الصوص يعني كلها فظيعه، هي تقيله. اوكي. وده اسمه ايه الحله الثانيه؟ البتنجان والكوسه بياخد سوا زياده. اوكي. دي اختي اهي بتغرف في نفسها علشان مش قادره تستنى. لا ده عشان الاني اول عشان واحده. اليني. الله اكلت الحشو تخيل. صوص تسلم ايدك. بصوا اهو كده طلع بقى من الفرن. كده طلع من الفرن، بس ما اقولكوش الريحه مسابقاني، حلوه قوي ريحه وطعم. جربوه وهتشوفوا. بون ابيتي. وادي كمان الحله الثانيه اللي فيها الكوسه اللي بابا بيحبها والبتنجان. انا بحب البتنجان كمان قوي. بابا بيحب الكوسه بقى. ماما اغرفي لي يا ماما واحده طماطميه واحده فلفلايه. حاضر. وعايز 2 كوسايه. طيب واحده واحده. ايه ده انا افتكرتك هتقولي لا الكوسه دي بتاعت بابا. لا فلفل. بهزر يا ماما، مش عايز كوسه، عايز فلفل وطماطم. ما حدش هياكل كوسه غير بابا عشان انا مش عاملاها غير بابا كوسه. يا بابا شفتوا قلت لكم والله العظيم. مش عامله كميه، عامله لبابا بس. اوكي. ايه تاني قلت لي؟ بتنجان؟ لا مش عايز بتنجان، طبعا خليه كده. لبابا. ايوه هخليه لبابا طبعا. هاي معلش ماما نسيت تحط لي صوص. شو شكلها؟ تحفه. ثانية واحدة بس كده بدوق دلوقتي المحشي بتاع ماما. جماعة بجد خطير والله العظيم، حلو قوي. ما تسلم ايدك. ميرسي. جربوا الوصفة دي واعملوها وقولوا لنا رأيكم.